انسي الطريقة القديمة للكرنبيه، خليكي في الجديد. انت لسه هتجيبيه وتقطعيه وتسلقيه وتحمريه؟ لا 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 لا، اعمليه بالطريقة الجديدة دي. طبق شاهي حلو جدا، مش هياخد 10 دقايق معاكي. طعمه جميل قوي، ممكن جنب اي اكل. سميه بقى سلطة، سميه طبق جانبي، سميه زي ما تسميه، المهم ان هو طعمه خطير وحلو جدا. كمان لو حد بيعمل دايت يبقى كوجبة بين الوجبات كده، ما فيهاش اي نشويات، هتشبع وفي نفس الوقت هتدي طاقة للجسم. يلا نبتدي على طول. انا عندي كوين كرنبيتا كبيرة كده اهو. انا ما عملتهاش كلها بالطريقة دي، أخدت جزء منها حمرته الطريقة العادية خالص، والجزء التاني أنا عملته الوصفة بتاعت النهاردة. أنا ما قطعتوش قطع صغيرة، أنا سلقت زهرات الكرنبيط زي ما هي كده حوالي 10 دقايق في مية فيها ملح وخل، ولا حطيت عيش ولا بيكنج باودر ولا أي حاجة. الخل هيخليه يفضل لونه ابيض، وهيحافظ على القرمشه بتاعته، وده اللي انا عايزاه في الوصفه دي. انا مش عايزاه يبقى طري من بعد الغليان، خليه 10 دقايق، انا عايزاه بس الطعم الني اللي فيه يروح. الخلطه بتاعتي اللي هتبل بيها عباره عن هريسه، دي فلفل احمر بارد مش حامي، وهضيف عليها معلقه من الخل ومعلقه كبيره من حبه البركه، وبتديله طعم خطير جدا. وكمان هتبل بملح ونص معلقة صغيرة من الشطة ومعلقة من البابريكا، وانا حاطة بابريكا عايزة ادي لون للكرنبيت بتاعي، لونه حلو قوي بيفتح النفس ومشهي جدا. قلبت الخلطة بتاعتي وهبتدي اضيف زهرات الكرنبيت. انا زي ما قلت لكم سلقتها وحدات كده كبيرة، هبتدي بقى اقطعها وحدات صغيرة. لو انتي لسه متابعة الفيديو صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. شايفين لون الكرنبيت فاتح ومتماسك ولونه ابيض، والملح اللي فيه كمان يعني حيقه كده خلاه حلو قوي. انا كمان ما حطيتش كمية ملح كبيرة في التتبيلة لان انا حاطة ملح في السلق، يعني خلي بالك من الخطوة دي. هسيب لكم في صندوق الوصف طريقة الكرنبيت المتحمر من غير ما يشرب زيت ومن غير بيض كمان ومن غير لبن، بخلطة حلوة قوي بتخليه كريسبي ومقرمش، وخلطة اقتصادية كمان. لو عجبتكم بقى وصفة النهاردة شيروها مع كل أصحابكم عشان الكل يستفيد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروا. أخدت زهرات الكرنبيت كلها قطعتها زي ما انتوا شايفين كده قطع صغيرة، وهبتدي أقلبها في الخلطة اللي أنا عملتها. انت هتقلبيها في الخلطة وتسيبيه حوالي يعني من نص ساعة لساعة، وكل ما هتسيبيه في الخلطة كل ما هيشرب منها وكل ما هيبقى طعمه حلو جدا جدا. الوصفة دي طبق جانبي سريع كده لو انتي مزنوقة في عزومة وعايزة تعملي أصناف، ده صنف هايل جدا جدا. عايزة أقول لكم كمان أنا ضفت هنا جزراية مبشورة، بس المفروض الجزرة كانت تتحط على التتبيلة من الأول، لأن عارفين انتوا الجزر بيبقى مسكر شوية، فعشان يشرب من الملح يعني انتي حطيها في الأول ما تحطيهاش في الآخر زي ما أنا عملت. كنت عايزة أقول لكم حاجة ونسيت. كل ما تسيبي الكرنبيت في التتبيلة كل ما هيشرب منها وكل ما هيبقى طعمه أحلى وأحلى. هقدمه بقى في طبق التقديم، سميه بقى مخلل سريع، سميه طبق جانبي، سميه مشهيات، حقيقي حلو جدا ومختلف عن القلي، وسهل وسريع كمان. لو انت عايزة بقى طريقة جديدة للكرنبيت اعمليه بالطريقة دي، حلو جدا جدا. هو كده ايه محلي نفسه ومغمس نفسه، يعني ممكن تعملي منه سندوتش وتاكلي منه عادي جدا، مش لازم يبقى مقلي يعني. لو عجبتكم وصفة النهاردة اكتبوا لي في التعليقات، وانتظروني في فيديو جديد عن قريب ان شاء الله. بحبكم.